السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل الشعرية اللي باللبن. اكلة شتوية من الدرجة الاولى، هتعجب ولادنا جدا جدا. وهنضيف ليها بقى مكون هيوديها في حتة تانية خالص خالص خالص. تعالوا بينا وري حضراتكم. بصوا شكلها عامل ازاي يا جماعة. خطيرة خطيرة، تنفع فطار للأولاد، تنفع عشاء، هتنفع تبقى ساقعة كمان وياكلوها. جميلة جدا جدا وهتعجبهم ان شاء الله. يا ريت يا حبايبي اللي اول مرة يشوفني يشترك في القناة ويفعل الجرس علشان يوصل لكم كل جديد، ونصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. ويلا بينا نبدأ نشوف الشعرية الجميلة دي عملناها ازاي. يلا بينا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم. تعالوا بقى نشوف عملنا الشعريه الجميله بتاعتنا دي ازاي. ده كيس شعريه زي ما انتم شايفين كده. هنحط هنا في الكيس كنت فضيته انا الاول وحطينا معلقه سمنه. يا ريت بس السمنه تكون طعمها حلو علشان هتدي طبعا هتلعب دور يعني في طعم الشعريه بتاعتنا. زي ما انتم شايفين كده هنحمر الشعرية مع السمنة لحد ما تاخد لون ذهبي جميل. هنحمرها ونرجع تاني نوريها لحضراتكم. خليكم معايا. لما توصل للون الذهبي اللي انتوا شايفينه ده هنحط بقى كوبايتين ميه علشان تستوي فيها. سيبها بس تستوي الاول في الميه وبعد كده نكمل بقيه الخطوات بتاعتنا. هي كده الشعريه بتاعتنا استوت. حطينا عليها السكر وبعد كده هنضيف اللبن. الحاجة بقى الزيادة اللي احنا هنحطها وتنقل الشعرية بتاعتنا لمكان تاني خالص هي الكريم كراميل. هنحط يا جماعة كيس كريم كراميل عليها. هتشوفوا هيخلي شكلها عامل ازاي. هتبقى تحفة تحفة، طعمها جميل جدا جدا. نقلب نسيبهم بقى ياخدوا غلوة مع بعض. هتبقى خطيرة. هي يا حبايبي الشعرية بتاعتنا استوت. شايفين الكريم كراميل لما بدأ يغلي بدأ يتقل. شايفين شكلها عامل ازاي وقوامها عامل ازاي. هتبان اكتر كمان لما تتصب ان شاء الله في الاطباق. يا ريت الفيديو بتاعي الخفيف ده يكون عجبكم، ويا ريت اللي اول مره يشوفني يشترك في القناه ويفعل الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. ونصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. ونعمل الشعريه دي لاولادنا في الفطار او في العشاء، مغذيه وجميله جدا جدا وان شاء الله هتعجبكم. شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.